الجماهيريه بين الاهلي والمصري. اول حاجه جمهور الاهلي عملها بعت رساله لسيد عبد الحفيظ اللي كان موجود في الماتش وقالوا له بدأ الماتش وعدى 15 دقيقة وأول كرة خطر كانت من جراديشار في الدقيقة برضه 15. الانذار الأول للأهلي، وكابتن وليد بقاله فترة معترض على التحكيم قوي ودلوقتي برضه بيعترض، رغم إن أنا شايف إنها انذار بصراحة. يا ابن اللعيبة يا جراديشار، يخرب بيت حلاوتك، كان هيبقى جون عالمي. يا نهار أبيض يا جراديشار، ده لو قصد يضيعها قسما بالله عمره ما يضيعها. انا حسدتك تقريبا. احنا في فتره الكولينج بريك دلوقتي، انا مش فاهم ليه، يعني احنا حافظين مش فاهمين تقريبا. الدنيا بتمطر هنا، كولينج بريك ده في الجو الحر، اللعيبه عايزه تشرب ميه، بتعطل الماتش وبتقلل الريتم بعد ما الريتم عالي. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ والله انا ما شفت كام دقيقه من الماتش في الشوط الاول. انا طول الماتش وطول الشوط الاول انا قاعد بتفرج على جمهور الاهلي. يا راجل ده بيغنوا اغاني انا اول مره اسمعها في مدرج. خلص الشوط الاول 0-0 بين الفريقين. الشوط الاول بطله جمهور الاهلي. بدا الشوط الثاني بضغط عالي جدا من الاهلي، وتحس ان هو عايز يجيب جون باي طريقه. يا جماعه انا حابب اوجه التحيه للحارس المصري، لانه من الشوط الاول عامل اداء عالمي. دي 84 اخطر كره للاهلي تقريبا في الشوط الثاني، كره من هجمتين، واحده لمحمد عبد الله والثانيه لبن شرقي. مفيش ولا مهاجم في منطقه جزاء المصري حتى الان، وترجع ياسر ابراهيم هو اللي يشوطها. فانت عايز تكسب ازاي؟ يا نهار ابيض يا محمد يا عبد الله، كانت هتقتل الماتش. 7 دقايق وقت بدل ضيع وقت كبير جدا للاهلي يقدر يجيب فيه جون، والمصري قادر يخطف جون برضه. ضربة جزاء للاهلي في الدقيقة 93. المدرجات مقلوبة. يا نهار ابيض يا زيزو، انت لو منشنها في العارضه مش هتعمل كده. بيعلنوا دلوقتي جائزه مان اوف ذا ماتش، وحارس المصري خدها عن جداره واستحقاق، وانا قلت ده من اول الشوط. خلص الماتش 0-0. الاهلي بينقط حرفيا، بيضيع نقط سهله جدا. ماتش النهارده كان يخلص حتى بضربه جزاء زيزو على الاقل. الاهلي والزمالك حتى مع فوز الزمالك النهارده للمره الثانيه بقول لكم بيفرشوا الدوري على طبق من ذهب لبيراميدز، والايام بينا لو الاثنين ما فاقوش. بعد الماتش والتعادل جمهور الاهلي بعت رساله للعيبه وللاداره وقالوا لهم